هاي يا حلوين، عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات لحد دلوقتي. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يلا بقى نبدأ كده فيديو جديد بروتين جديد ونشوف هنعمل ايه مع بعض. البروتين ده هنظبط ان شاء الله مشتريات الشهر ونحاول ان احنا نقتصد فيه، عشان انتوا عارفين احنا في شهر المدارس وعايزين ان احنا نوفر في الحاجات دي اكتر. وهنعمل الفول والطعمية طبعا بأنجح طريقة ممكن تجربيها واحسن طريقة، وجربيها وعلى ضمانتي. ويلا بقى كده نشوف كل تفاصيل الفيديو. طبعا ما تنسونوش طبعا كده في اللايك وفي الاشتراك وتكتبوا لي كومنت حلو كده. اديني بفكركم كده من اول الفيديو علشان ما تنسوش وتقولوا ان ايه، ان احنا نسينا. وهنعمل برضه كل حاجة، الحاجات اللي انتوا شفتها دي طبعا كده هنعملها مع بعض. ويلا بقى كده بينا نبدأ الفيديو مع بعضينا. بس بقولك يا حلوة انت وهي، طبعا ما تنسيش قبل ما تبدأ بالفيديو متنسيش تصلي على النبي كده في الكومنتات، ماشي؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى، طبعا انا ما عنديش منظمات للبقوليات وللمكرونات والحاجات دي، فانا طبعا اي برطمان عندي بيكون خلاص استخدمت الحاجات اللي فيه، فباخده بغسله بعقمه بنضفه، بستخدم هو كمنظم. وطبعا ما فيش احسن من منظمات البرطمانات الجزاز طبعا، بس احنا عشان نجيب برطمانات جزاز فمكلفة. بس مش معنى كده ان انا مش هجيب المنظمات اللي هي بتاعه البقوليات، بس مش وقته يعني. فانا دايما بنظم في برطمانات علشان الحاجه بتاعته تكون منظمه، اولا ما تسوس ويكون استهلاكي فيها معقول، اللي هو انا عارفه انا بستهلك ايه وايه ما بستهلكوش. يعني انا مثلا في كل برطمان بفضي كيس واحد من المكرونه والكيس التاني بشيله، فانا استخدمي كيس مكرونه، لما بيفضى بجيب التاني بحط الكيس التاني بقى بعيد عن الرطوبه وبعيد عن الحر، يعني ما يكونش فيه رطوبة وما يكونش كمان المكان سخن جدا، بحيث ان الحاجة متسوس وكمان الحاجة ما يدخلهاش رطوبة. فبنحاول ان احنا دايما ان احنا نحافظ على الحاجة بتاعتنا علشان ما نروحش من حاجة ما تبص مننا خسارة وتترمي في الزمن اللي احنا فيه ده، ما ينفعش نرمي حاجة. طبعا انا فضيت زي ما قلت لكم كل نوع مكرونه، اللي هو انا جبت سباكيتي عشان انا مش عامله في المنيو بتاعي بتاع الشهر سباكيتي. طبعا انا قلت لكم على اسعار الحاجات دي في الفيديو اللي فات، طبعا اللي حابب يروح يشوفه في القناه على طول. الفيديو اللي فات بالاسعار، هم 8 دقايق وفيهم كل الاسعار بتاعت الحاجات دي. انا بس فضيت 2 كيلو الرز، وانا الكيلو التاني كان مكفول فحطيته في بتاع العلبه، في التربو اللي انا بحط فيه الخزين بتاعي عادي. والواد المكرونات بحاول ان انا اخدها، والسكر برضو ما فضيتوش عشان كان عندي سكر مفتوح. وفضيت كيس مكرونه خواتم وكيس مكرونه هلاليه وكيس مكرونه سباكيت الفرن. وهنا برضك هفضي برضك الحاجات بتاعتنا دي. انا بجيب السمنه سايبه والعسل سايب والحاجات دي. وهنا احباب الله طبعا كانوا بيحاولوا ان هم يعرفوكوا الحاجات زي ما انا عرفتكم في الحاجات في الفيديو اللي فات. كانوا بيقولوا لكم بصوا يا اخواتي ماما جابت ايه وايه وايه وكده، بس انا يعني عشان كاتمه الصوت فمش هتسمعوا هما كانوا بيقولوا ايه، بس كانوا قاعدين يقولوا كلام حلو والله العظيم. هنا بقى طبعا احنا بنرص البيض علشان البيض ما يتكسرش مننا في التلاجة. نشوفها كده علبة، هاتي علبة بيض لو عندك او علبة زي ما انا عندي كده هواتي، وبرص فيها البيض. انا بجيب كرتونتين بيض بحطهم في التلاجة، بستعمل منهم فطار وبستعمل منهم في الغدا، بستعمل منهم في كيكات او مخبوزات او اي حاجة. فمعنى صح ان الكرتونتين دول بيكفوني لحد اخر الشهر مرتاح الحمد لله يعني. بستخدم في كل حاجة، وان شاء الله نعمل مع بعض تجهيزات اللانش بوكس، وهنعمل مع بعض مخبوزات ودونتس وحاجات حلوة جدا جدا جدا. ان شاء الله استنوني في الفيديوهات الجاية عشان نعمل مع بعض كل الكلام ده. هنا بقى هفضي السمنه، وطبعا الحاجات اللي انا بستخدمها بس هي اللي بفضيها، والحاجات اللي مش هستخدمها زي ما قلت لكم بشيلها علشان ما يوصلهاش رطوبه. هنا بقى هفضي السمنه زي ما انتوا شايفين كده. العلبه ديت كانت علبه سمنه عندي في الاول، وده كان نص كيلو سمنه، فهي يعتبر بتاخد نفس الكميه اللي انا بشتريها في العلبه دي. فديت علبة جنة، واصلا السمنة باين سمنة كريستال او جنة مش عارفة ايه، بس هي بتكون عندهم الصفيحة كبيرة وانا بجيب منها يعني زي ما بكون عايزة ب20، عايزة نص كيلو، عايزة كيلو، عايزة اي حاجة، عايزة اي حاجة بجيب منه. هنا برضك ايوب كان بيوريكم ازازة الزيت. ومنى برضك يعني هو ايوب بيعمل فمنى بتعمل زيه، ايوب بيعمل منى بتعمل زيه، وهكذا.
هنا أنا كان عندي فاصوليا وكان عندي عدس أصفر وكان عندي عدس بجبة، فبصراحة ما جبتش في المشتريات، فدول طبعًا وفّروا لي مبلغ محترم، فسِبته. كان عندي فانيليا فما اشتريتش فانيليا، فاشتريت بس اشتريت بيكنج باودر واشتريت خميرة واشتريت اللهم صل على النبي شوية توابل عشان ما كانش عندي توابل برضه، اشتريت فلفل اسود وكمون وكزبرة اللهم صل على النبي اشتريت كاكاو خام ولبن بودرة برضك عشان نعمل مخبوزات زي ما انا قلت لكم. هنا يوب ومنى كان هيفجعوا العسل وهيكب الكاكاو، فبصراحة خدت منهم الحاجة علشان ما يبوظوهاش، عشان انتوا عارفين أنا طبعا يعني الحاجات دي مش رخيصة عشان هما يبوظوها، الحاجات دي غالية. فبنحاول ان احنا ايه نشيل الحاجة بتاعتي. انا حاولت ان انا اخليهم يقعوا. هنا كنت بتني كيس الدقيق بالطريقة ديت علشان ما يكبكبش على الرخامة يعني وكده. اللهم صل على النبي. بس ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون هنعمل مع بعض تفريزات وهنشوف مشتريات من الخضار اللي هتكفيني الشهر كله، فاستنوا الفيديو الجاي هيعجبكم جدا جدا جدا. هنا دي كانت ملوخية ناشفة برضك، قلت افضيها عشان ما تتكبش، وانتوا عارفين الملوخية الناشفة لو الكيس اتكب برضو بتبهدل الدنيا. فكنت جايبة ملوخية ناشفة برضك هتنفعني لو عاوزة اعمل بسرعة، عاوزة اعمل اي حاجة من الحاجات دي عادي. هنا كنت بفضي الفول معاكم، وهفضي الفول اللي هو الفول مدمس والفول اللي هو الفول مدشوش، هفضيهم في برطمانات وفي نفس الوقت هاخدهم هروح ابلهم. انا مش عارفة ليه فضيتهم بس عادي اللي هو عادي مش مشكلة. طبعا انا جبت برضك عشان تنفعني في الفطار الجبنة المش القديم، جبت ب30 جنيه، فديت برضك فكرة من افكار ان هي تنفعني في الفطار فتوفر معايا. طبعا بحط عليها طماطمية وخيارية والعيال بياكلوا، بعمل لهم سندوتشات او اي حاجة وتبقى تحفة، او ممكن اجلي جنبها بيضة لو ماشي، لو ممكن اجلي جنبها شوية طعمية، احط طبق فول اي حاجة كده. او ممكن احطها في جنب غدا زي ما انتوا هتشوفوا النهارده ده كان غدانا يعني هتشوفوا. هنا برضك بصوا فضيت الخميره وهفضي الفلفل الاسود والكمون والكزبره والبهارات اللي لونها البهارات المشكله دي اللي هي اخر حاجه دي، مش دي هتشوفوها دلوقتي. دي بهارات بطاطس تحفة تحفة تحفة، بتخلي البطاطس في حتة تانية خالص، كأنك جايباها من مطاعم كده فخمة، فحلوة بتخلي طعم الأكل حلو. ساعات برضك أنا بحط منها على الأكل، بحط منها شوية على الفول شوية على طبيخ، فاهماني اللي هو احنا كستات مصريات بنستغل أي حاجة في أي حاجة استغلال. لا ما يصحش يعني، بنستغل استغلال رهيب. المهم لو وصلتي معايا لحد دلوقتي طبعا متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي لي زر الجرس وتكتبي لي كومنت حلو. انتوا مش مصدقين والله العظيم الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها لي حرفيا بتفرحني جدا جدا جدا، وترفع من معنوياتي، بكون مبسوطة كده وانا بقرأ الكومنتات. كذا حد بيخش يكتب لي كومنتات تحفة 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 بجد. تسلموا لي ربنا يخليكم ليا ما يحرمنيش منكم ابدا بجد. كل حد دخل وكتب لي كومنت حلو، يعني ربنا يجازيكي كل الثواب على الكومنت اللي انت بتكتبه لي. واي حد يعني بيخش يكتب لي كومنت حلو، مش عارفين قد ايه الكومنتات دي بتفرحني. هنا برضك العسل الاسود برضك بينفعني مع الفطار ومع العشاء والحاجات دي، فجبت نص كيلو، كان النص كيلو عامله 20 جنيه، فتحفه تحفه تحفه. او مثلا عايزه اعمل فطير مشلتت، بعمل مثلا فطيرتين او حاجه، بحط برضك من العسل طبق عسل وطبق جبنه جديد من اللي هي مش دي، بحط على طماطم زي ما قلت لكم كده. ولو عندي قشطة بحط قشطة على العسل او من غير عسل، وبيكون غدا تحفة تحفة. طبعا انا بعمل فطير مشلتت خطير احلى من اللي بنشتريه من بره. انا مشاركة معاكم في كذا مرة في الفيديوهات اللي فاتت، ولو انتوا عايزينه قولولي وانا اشاركه معاكم تاني في الفيديوهات الجاية. هنا طبعا بشيل بقى كل اللي هو البيكنج باودر واللبن البودرة والكاكاو الخام، بشيلهم علشان يعني ايه نبقى نعمل مع بعض زي ما قلت لكم حاجات لللانش بوكس وكده. طبعا انا بقى باخد البرطمانات والحاجات دي بحطهم على الرفوف. انا عندي رفوف انا اللي عاملاها رفوف خشب، طبعا اللي عايز يخش في الفيديوهات اللي قبل كده يشوفها، اللي هو رفوف ايكيا انا اللي عاملاها في البيت وانا اللي عاملاها بكل حاجه بصراحه تحفه تحفه تحفه، مأنجزاني بطريقه رهيبه. فهي دي اللي بحط عليها البرطمانات. وعندي تربو كده على جنب في المطبخ برضو، بس بعيدة عن الرطوبة يعني بعيدة عن تحت الحوض، مش تحت الحوض ومش جنب البوتاجاز،
عشان ما يكونش فيه سخونة جامد وما يكونش فيه مَيّة رطوبة، فده اللي باحط في الأكياس المقفولة اللي أنا مش هاستعملها دلوقتي، فعشان يحافظ معايا الحاجة. بُصّوا هنا وريتكم كمية العدس الأصفر اللي عندي، ما استخدمتهاش لسه فما جبتش طبعًا، فممكن ما اجيبش ولا الشهر ده طبعًا ولا الشهر الجاي، عشان عندي كمية عدس أصفر كتيرة جدًا، جدًا، جدًا. هنا طبعًا بارجّع كل حاجة مكانها، اللي عايز يتحط في التلاجة باحطه، واللي عايز يتحط على الرفوف باحطها، واللي عايز يتحط في التربة باحطه، وطبعًا زي ما أنتم شُفتوا في أهو منى بتساعدني، منى بنتي بتحاول إن هي تساعدني، يعني باحاول باقول لها اللي عايز يتحط في التلاجة حطيه. بُص وأنا في اليوم اللي أنا جِبت فيه البيض هو كان حاططه لي في كرتونتين زي ما أنتم شُفتوا كده، وحاططه لي في شنطة سودا، فبنتي منى عايزة تمسك الشنطة السودا وتشيلها، لولا لمحت على آخر لحظة كده وهويتي قُلت لها: "يا شيخة حرام عليكِ شجا عمري راح شجا عمري في التلاجة." المهم هنا بانجع الفول علشان إن شاء الله نعمل فول مدمّس مع بعض، وهانجع العدس الفول بجبة الفول مدشوش برضه علشان هنعمل طعمية مع بعض، أحلى وأنجح فول وأحلى وأنجح طعمية، مش عشان أنا اللي عاملاهم، علشان هُم فعلًا حلوين وطعمهم حلو وزي اللي إحنا بنشتريهم من برّه ويمكن أحسن ب100 مرّة، وبيوفّر معانا فلوس كتير. يعني أنا قُلت لكم مثلًا إن الفول المدشوش ده ب20 جنيه، أصلًا الكيلو عامل 45 جنيه تمام، يعني يعني النُص عامل 22، أنا بقى جِبت نُص عملت منه بصورة ماشي، عملت منه أخدت نُص وعملته بصورة والنُص التاني خلّيته، يعني ده أقل من نُص، يعني تقريبًا ربع كيلو أو يعني قولي 11 جنيه 12 قولي 15 جنيه فول مدشوش تمام، و3 جنيه ربطة كُرّات وبصلاية لو عندِك وبس كده. بصلاية واحدة بس كده، وهتعمل أنا عملت كمية، أنا الأكياس اللي أنا عاملاها دي يعني اللي انتوا هتشوفوها اللي أنا هاعبيها معاكم، وأصلًا سهلة يعني أنت أول ما نجحتِ البتاع كده تحفة، تحفة، تحفة. هاعمل كيسين وهاعمل أصلًا وهاخلّي كمية في الطبق هاعمل بيه غدا، فاهمين؟ اللي هو يعني عملت لي كيسين كبار والكمية كبيرة يعني حرفيًا كبيرة، اللي هو ناكل منها لحد ما نشبع، أنا مزوّدة في الأكياس علشان إحنا بنحب الطعمية فاهمين؟ فكده. هنا طبعًا حطيت البصل وحطيت الكرات وحطيت الفول المدشوش، والكبة دي حرفيًا من ساعة ما جبتها وهي إيدي ورجلي، ربنا يبارك لي فيها يا رب وما يحرمنيش منها أبدًا ربنا يديمها نعمة في حياتي. المهم بقى كده هافرُم كل كده الحاجات الكلام ده كله مع بعضه كويس، طبعًا أنتم عارفين، وبازوّد مَيّة سِنّة، سِنّة، يعني على ما أعتقد أخدت نُص كوباية من الكوباية اللي أنتم هتشوفوها دلوقتي، أخدت نُصّها مَيّة، بازوّد أنا ممكن ما أكونش أحط مَيّة، بس أنا قُلت أحط مَيّة عشان هي تبقى خفيفة كده وهشة وفي نفس الوقت تساعد مع الكبة، بس هي بصراحة الكبة ما كانتش محتاجة مساعدة ولا أي حاجة خالص، بس كانت تحفة والله يا ولاد، عملتها لي أصلًا في وقت قياسي، تقريبًا دقيقتين 3 دقايق بالكتير، وكانت الطعمية خلصت فيها وخدت الكمية كلها. إن شاء الله نعملها مع بعض يعني كل شهر. أنا في الأول كنت باعملها على كبة الخلاط الصغنونة، فكانت بتتعبني جامد، فكنت باكسل إن أنا أعملها كل شهر بسبب إن الكبة صغنونة وباحط معلقتين، معلقتين وهكذا، لكن دي هيّاتي بصراحة سهلت عليَّ الدنيا وبتسهل عليَّ الدنيا يعني، وهاعملها على طول إن شاء الله كل شهر، إن شاء الله معاكم. ودي أنجح طريقة طبعًا أنا جربتها، أنا جربت كل الطرق ودي أنجح طريقة أنا عملت بيها، وهتشوفوا أصلًا معايا النتيجة هاكله منها دلوقتي قدامكم، وهتشوفوا قد إيه هي هشة وقد إيه هي لونها فاتح مش بتغمق معانا في الطاسة، وقد إيه هي لذيذة كده طعمها حلو. هتشوفوا كده معانا في الحاجات دي، طبعا الحاجات دي انتوا عارفين زي ما قلت لكم ان هي بتوفر معانا فلوس وكمان في وقت وفي المجهود، وكمان في حيرة احنا هنعمل افطار النهارده والكلام ده، او مثلا ما بيكونش في فلوس في البيت، فيكون عندك حاجة محطوطة في التلاجة عارفة ان انتي بكرة مثلا انا مثلا معيش فلوس بس عندي طعمية ممكن نعمل منها غدا، ممكن نعمل منها فطار، ممكن نعمل منها عشاء، عندي فول نفس الحكاية، عندي اي حاجة من الحاجات اللي انتي بتجيبيها وتفرزيها دي في التلاجة. احنا عارفين ان التفريزات بتاعة التلاجة دي
روح البيت حرفيا. لما بنعمل حاجة زي كده بتخلينا مرتاحين نفسيا. انا كإسراء ساعات كتير لما بيكونش معايا فلوس ومعايا حاجات في التلاجة بكون مرتاحة، اللي هو خلاص تمام، انا عندي اكل في التلاجة فهعرف اصرف نفسي. وكمان غير ان انا مثلا لو مش معايا فلوس، اللي هو مثلا مش هبقى محتارة ان انا كل يوم اعمل غدا النهاردة هروح اجيب ايه مش عارفة ايه والكلام ده. وبتوفر كمية فلوس رهيبة رهيبة رهيبة، حط تحت رهيبة دي 500 خط. تمام. كيس الطعمية زي اللي انا عامله لكم دلوقتي ده، يعني ممكن تجيبيه مثلا يقول يا ستي ب15 جنيه، ماشي، الكيس مثلا. فاتنين في اتنين ب15 يعني 30. و اللهم صل على النبي. وكيس كمان اللي هو كنت الكمية اللي انا كنت حاطاها في الطبق تقريبا كيس كمان، فجت 30 و15 يعني 45 جنيه. وهنا اصلا احنا اصلا يعني تقريبا كل كمية الحاجة اصلا 20 جنيه، يعني النص، يعني انت موفرة 25 جنيه في البيت اصلا. فاهماني؟ ده انت لو هتجيبها عجينة كمان مش هتجيبها محمرة. فاحنا اصلا هي بتعمل القرص هنا قرص طعمية بجنيه، فانت شوفي اصلا الكيس هيعمل معاكي كام واحد. فاهماني؟ فموفرة بطريقة رهيبة. انا قاعدة اشكر لكم في الطعمية وبقول لكم ان هي قد ايه موفرة، وفي الاخر ما تنسوش تحطوا لي اللايك، ماشي، وما تنسوش طبعا ان انتوا تعملوا الطعمية. بصوا انا حاسه ان انا رغيت كتير كتير كتير، وحاسه ان انا رطاطه، بس معلش استحملوني، بننصح بعض وبنستفيد من بعض. واللي عنده معلومه برضك مفيده يقولها لي، بنستفاد من بعض وبناخد. انا كاسراء اتعلمت من اليوتيوب ده حاجات كتير كتير جدا جدا. يعني انا كاسراء مثلا، والله العظيم كنت مثلا عند امي مثلا ممكن مثلا اطبخ الطبيخ العادي اللي هو بصلصه ده، اللي هو مثلا شويه بطاطس وشويه طماطم وعليهم البصله، ومثلا واي نوع اللحمه او فراخ الموجودين ورز. ده كل اللي انا اتعلمته عند بيت ابويا. ماشي، ما اتعلمتش التوفير، ما اتعلمتش اعمل الطعميه في البيت، ما اتعلمتش اعمل الفول في البيت، ما اتعلمتش ازاي ارتب البيت بطريقه رهيبه، اللي هو فاهمين كل الحاجات دي انا اتعلمتها من اليوتيوب. وكمان المنصات الأخرى. فالحاجات دي معمولة علشان احنا كستات تساعدنا. ممكن الرجالة بتشوف ان دي حاجات تافهة، وانت مضيع وقتك كله عشان تقعد على اليوتيوب عشان تعمل حاجة زي كده. بس انا كسرى والله العظيم بتعلم كتير من اليوتيوب. واليوتيوب قد ايه بيفيدنا في التعليم في البيت، في تربية العيال، في لو انت عايزة تثقفي نفسك، عايزة تظبطي وقتك، كل الحاجات دي تلاقيها على منصة اليوتيوب، على كل القنوات مهما كانت اي نوع من انواع القنوات. فيها الحلو وفيها الوحش، بس لا طبعا احنا لازم نستغل الحلو في كل حاجة ونسيبنا من الوحش. المهم حطيت ايه على الطعمية؟ حطيت كزبرة اسمها ايه، هو كزبرة وكمون. حطيت شوية كزبرة وحطيت شوية كمون. وهنا هي الطعمية عملتها كده زي ما انتوا شايفين. انا هعمل الكمية القليلة ديت في الاول علشان انتوا تشوفوها واوريها لكم، بعد كده هعمل الكمية التانية لوحديها. ويا ريتني ما كنت عملت كده. اول كمية عملتها اتاكلت كلها نتش كده على طول وعلى البوتاجاز، يعني يا دوبك لحقت ان انا اصورها لكم بس. وبعد كده اتاكلت بالهنا والشفا. وباقي الكمية طبعا انا حمرتها لوحدي، وهحطها مع الغدا اللي احنا نعمله مع بعض. غدا طبعا غير مكلف وسهل وسريع بالنسبة ان انا جبت مشتريات ورتبتها في المنظمات بتاعتها. و... واللهم صل على النبي. 4 ايه؟ منى صاحية فبتتكلم معايا. بصوا بقى جمال الطعمية والحلاوة وجمال وكياتها. ايوه، وانتي بتسوي الطعمية وطي عليها زي ما هما بيعملوا هناك، بيوطوا على الطعمية علشان تكون مستوية من جوه ومن بره، وتاخد اللون الجميل اللي انتوا شفتوه ده. لو انت عايزة تحمريها اكتر طبعا بتسيبيها على النار اكتر. انا كأسراء بسيبها على النار اكتر وبحب احمرها اكتر عشان احنا بنحب نخليها مقرمشة. بس هي طبعا في الوقت ده كانت تحفة 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 تحفة. حط التحفة، حط تحت كلمة تحفة دي 5 6 7 8 9 10 خطوط. هنا بقى شوفوا بقى عملنا ايه غدا سهل ولذيذ لذيذة. هنا خيار وفلفل احمر وفلفل اصفر وبدنجان مخلل، طبعا انا اللي عاملاه في البيت. وهواتي الجبنة بالطماطم والبطاطس، واللي انا حطيت عليها توابل طبعا البطاطس. وعجة بيض اللي هو فطير، مش عجة، اللي هو الفطيرة دي اللي احنا بنعملها فطيرة عادية.
وكان احلى فطار، احلى والله مش فطار، والله غدا، والله كان احلى غدا. كان طعمه جميل بجد، ايه احنا اكلنا منه كميات رهيبة. والطعمية طبعا اللي انا عاملاها، فكان الاكل جميل والله، بالهنا والشفا يعني علينا، وانتوا جربوها تحبوه. هنا بقى هنعمل الفول. الفول طبعا هو بس سوا، هو ما فيهوش اي حاجه خالص، بس غير ان انت تسويه مظبوط. هنا حطيت على العين الصغيره، حطيت اكبر عين فيهم، حطيت الشعله بتاعتها على العين الصغيره زي ما انتوا شفتوا يعني كده. احط كميه ميه كبيره. هنا بقى كان ده كميه نص كيلو فول بالظبط. فانا خدت منهم، انا حطيت هنا كميه النص كيلو فول، انا كنت واخده شويه. هتشوفوا دلوقتي قشرتها اهو. قشرتها من القشرة وحطيتها، عشان انا كنت عملت الفول التاني كله، الفول المدشوش كله طعمية، فنسيت ان انا اخلي شوية للفول ده. وهنا شوية عدس تقريبا برضك قد كمية الفول المدشوش. ودي كانت اغبى طريقة ان انا عملتها في حياتي، ان انا عملت المصفى كده عشان تنزل كمية العدس، وسخت كل البوتاجاز اللي انا تعبت فيه. وهنا حطيت جزرايه كده كبيره او جزرايه متوسطه. هنا بقول لكم ان انا عندي الدماسه، بس ما استعملتهاش عشان الدماسه صغيره، وده كان كميه نص كيلو فول، فالدماسه مش هتستحمل الكميه دي معايا كلها، فبصراحه ايه، استعملت الحله دي عادي يعني. المهم سبته على نار هاديه، وطيت النار وسبته كده وقفلت عليه. وسبته بقى كده مع نفسه لحد ما يستوي، وسبته بتاع 3 4 ساعات. يعني سبته وقت محترم. بصوا السواد اللي من فوق ده هوت الميه، علشان انا سبته بيت في التلاجة، بس هو بصوا زي ما انتوا شايفينه من تحت كده اصفر. اصفر حرفيا، وانا معرفتش اوريهولكم في الكاميرا كويس. بس هو زي ما انتوا شفتوا من تحت كده مهري، وزي الزبدة كده زي ما بيقولوا، وطعمه حلو، اللي هو بيدوب في البوج كده. فاهمين؟ هنا بقى انا بحب الفول المهروس، واحنا كلنا كعيلة بنحب الفول المهروس اللي بيكون كده حلو، بتعمل سندوتشات ده بيبقى تحفة. فاخدت طبعا، خدت كل كمية الفول زي ما انتم شايفين كده، هرستها في الكبة طبعا. الكبة الراعي رسم في كل الفيديوهات بتاعتي اللي فاتت واللي جاية وكل حاجة. فهرست كل كمية الفول اهي، وهكيسها تعمل معايا، هنشوف هتعمل معايا كام كيس، بين 7 أو 9 أكياس، هنشوف، مش عارفة كام كيس عملته معايا. لو حسبنا طبعا طبعا نص كيلو الفول عامل 22 جنيه، ف22 جنيه. فقولي طبعا هنجيب الكيس الفول ب10 جنيه، ماشي. هيجيلي كيس فول دلوقتي ب10 جنيهات. ف لو 7 أكياس هيبقوا عاملين 70 جنيه، صح. وده احنا عملنا الفول يعتبر ب25 جنيه، عشان الجزر اللي احنا حطيناه وشوية العدس. لكن الفول المدشوش هو اصلا من نفس نص كيلو الفول اللي انا اخدته، خدت شوية وقشرتهم انا وايوب ومنى واحنا قاعدين. هنا بصوا ما شاء الله كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين اهو. هاخد طبعا الكمية دي وهعبيها في الاكياس، واشيلها في الفريزر. طبعا بتسال عليها زي ما قلت لكم فقرة الفطار والغداء والعشاء. بستعمل، احنا عارفين ان احنا ممكن نعمل في الغدا مثلا طاجن فول، اللي هو الطاجن اللي بيتحط عليه كزبرة وبصل وثوم وطماطم وفلفل، وبنحطه في الفرن في الفخارة. بتعمل معانا احلى طاجن فول في الفرن في الفخار، بيبقى ده بالنسبة لي احلى غدا. اصلا جوزي بيقول عليه ده عامل زي بامية باللحمة المفرومة، والله العظيم بيبقى طعم تحفة. المهم هنا ادي كده يعتبر خلاص خلصنا. انتوا هتعدوا الاكياس في الاخر. المهم ان احنا كده خلاص خلصنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو الفيديو عجبكم متنسوش تشتركوا لي في القناة، وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي كومنت حلو، وتصلي على النبي. اهم حاجة انكم تصلوا على النبي كده كتير في الكومنتات. وبس كده، يلا بقى كده نعد مع بعض اكياس الفول: 1 2 3 4 5 6 7 8 8 أكياس. وتقريبا في كيس في البتاعة دي نفسه، كيس في الطبق اللي انا هعمل بيه اكل. وبس كده.